طبعا مع بدايه كل يوم نفس الاسئله، نفس الكلام بيجيلي. الزمالك هيعمل ايه في مشكله القيد؟ طب الرخصه الافريقيه ايه؟ طب ده هيعمل ايه؟ طب ده هيسوي ايه؟ عندك ملف كبير جدا، لعيبه عقودها بتخلص، بتدور على صفقات جديده، لعيبه ماشيه عايز تسوقها. طبعا ملفات كتير قوي قوي قوي، عايز تنهيها وتحسمها في اسرع وقت. كل يوم بيمر طبعا انت مطالب بحاجه جديده. خلي بالك سكواد نادي الزمالك، وانا قلتها وبقولها لك، ناقص. الزمالك عايز اكتر من صفقه جديده، ومحتاج تدعيم في اكتر من مركز الموسم المقبل. صعب جدا جدا ان انت تبتدي تنافس الموسم الجاي بنفس الشكل، صعب جدا جدا. من وسط الكلام ده كله، وسط اللعيبه، عندك احمد حمدي لاعب نادي الزمالك اللي عقده بينتهي او انتهى مع الفريق بنهايه الموسم المنصرم. خلاص تقدر تقول، وانا بقولها لك، احمد حمدي اول الراحلين عن نادي الزمالك الموسم المقبل. احمد حمدي كان جاله اكتر من عرض في وقت سابق، كان الاولويه بالنسبه له يكمل ويجدد عقده مع نادي الزمالك. اتقال كلام كتير مع نهايه الموسم الماضي ان احمد حمدي مضى في نادي بره وخلص في نادي بره. اللعيب قال ما حصلش الكلام ده، انا مستني نادي الزمالك وعايز اكمل مع نادي الزمالك، والاولويه ان انا اقعد مع نادي الزمالك. في الاخر لم يحدث الاتفاق بينه وما بين نادي الزمالك على هذا الامر، واصبح احمد حمدي اول الراحلين عن نادي الزمالك في الموسم المقبل. انا بالنسبه لي كنت اتمنى ان حمدي يكمل، لعيب مهم من الناحيه الفنيه، اضافه من الناحيه الفنيه، هيفيدك بشكل كبير جدا احمد حمدي مع نادي الزمالك. هتقول لي محتاجه؟ طبعا محتاجه. بيديك مرونه تكتيكيه، تقدر توظفه في اكتر من مكان في وسط الملعب، يلعب في اكتر من مكان في وسط الملعب. خلي بالك انا اول ما بيجي لي معلومه انا بطلع معاك فيديو في اي مكان انا فيه اقول لك، ما بستناش، لازم اطلع اقول لك في اي مكان، اتابعك بقى بالجديد اول باول. مشكله كمان، خلي بالك احمد حمدي لو الزمالك عايز يجدد لاحمد حمدي مش عارف يجدد له دلوقتي بسبب القيد. ليه يا صديقي؟ عشان تجدد لاحمد حمدي كانه صفقه جديده، عقود جديده، هتأيده من اول وجديد. طب ما كنا ايدناه يا جماعه مع نهايه الموسم اللي فات، كنا ايدناه وخلصنا كل حاجه وعقده مكمل. خلاص كنت كملت معاه وخلصت القصه وكمل مع نادي الزمالك، عقده خلص رسمي خلاص. عايز تعمل عقد جديد كانه صفقه جديده جوه نادي الزمالك. طبعا الموضوع صعب جدا. يعني تاني، الزمالك لو عايز يجدد لاحمد حمدي دلوقتي مش هيعرف يجدد له، مش هيعرف يجدد له. ليه؟ ببساطه شديده، لان احمد حمدي دلوقتي هيتعامل معامله الصفقه الجديده، عقده خلص هتأيده من اول وجديد مع نادي الزمالك، فالموضوع مش هينفع. طب انت اصلا ضامن ان انت فتوك؟ خلي بالك، افصل ما بين الرخصه وما بين فك القيد. الرخصه حاجه وفك القيد حاجه. الرخصه انت بتحل قضاياك لحد 31/3، حلتها هتاخد الرخصه الافريقيه، ولكن مشكله القيد نفسها لازم لحد اخر قضيه توصل لك. لحد دلوقتي كل القضايا اللي موجوده عندك تكون حلتها عشان تتمكن من القيد بشكل طبيعي في الموسم المقبل، تتمكن من ابرام صفقات بشكل طبيعي في الموسم المقبل. لو حتى قضيه واحده موجوده عليك ايقاف قيد، خدت الرخصه، لكن مش هتعرف تأيد اي لعيب. فالموضوع صعب جدا. انت كل ساعه مع كل يوم انت مهدد بايقاف قيد جديد. اللعيبه اللي اشتريت من الانديه اللي اشتريت منها لعيبه بدايه الموسم كنت اشتريتها على اكتر من قسط، فكل نادي مع كل قسط بيرفع قضيه فياخد حكم جديد بايقاف قيد جديد بفترتين ولا 3 فترات جداد بفايده جديده. فالموضوع صعب جدا ومحتاج الحقيقه الظروف الماليه جوه نادي الزمالك صعبه جدا جدا جدا، ولكن ده امر واقع. انت مطالب تحل في كل لحظه، في كل ثانيه، تحل قضيه جديده، تنهي قضيه جديده، تخلص من عليك مشكله جديده عشان تتمكن من ابرام صفقاتك بشكل طبيعي الموسم المقبل.